بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستان و برادران عزیز، این روز درسی ششم ما است ان شاء الله که یعنی سوره نصر، یعنی سوره اذا جاء. میتونین که انشاءالله که با همراه ما تکرار کنین تا اینکه خطاگی خود رو اصلاح کنین. بسیاری برادرها هستن که میخونن یعنی پر از خطا هستن و هم خاطر دوستان عزیز ما نماز میخونیم راز نیاز با خداوند گفتن است. به همون خاطر ما باید خطاگی خود رو اصلاح کنیم تا اینکه در نمازهای خود بی خطاگی باشه. انشاءالله که میتونین که با همراه ما تکرار کنین تا اینکه خطاگی خود رو اصلاح کنین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. 5 مرتبه میخونین. إذا جاء نصر الله والفتح. 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 یعنی 5 مرتبه 6 مرتبه چند مرتبه که یعنی برای خودتون خوش میوه هم مرتبه میخونین تو اینکه از زود چیدنش خطاگی را اصلاح کردن. خطاگی که اصلاح شد انشاءالله میگذاریم در آیه دوم. ورأيت الناس میمش ورأيت الناس يدخلون في دين الله في دين الله في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقتا که 3 مرتبه 5 مرتبه 10 مرتبه که خوندین قرآن را میپوشین از اول. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قرآن را میکشیم میگذاریم به آیه سیوم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. 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 میگذرم آیه یکم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقتا که خوندین 3 مرتبه قرآن میپوشین
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظیم. اتاقی خواندین انشالله که زیاد شید میتونین که با سورهای دیگر رو تکرار کنید با همراه ما. بسم الله الرحمن الرحیم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلق مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس أهميات بتين قل بعد ألف مية عين أكثرية مردم ألف عين يك ميخونان قل أعوذ برب الناس میگن يعني خطو هاي ألف باید واضح شوا عين واضح شوا قل أعوذ برب الناس برب الناس برب الناس بعضهم میخوانن يعني خطا هست غلط است باید برب الناس بقى پیش کمان کک قل أعوذ برب الناس ملك الناس بعضیها مالك الناس میگن یعنی این غلط است خطا است باید ملك الناس مالك الناس نه ملك الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك دانون کمکک میقبش ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس دول كمكك ميكشيم الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى يمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. خدایا خداوند و کریم و عظیم و جلیل، این برادرانی که بیمار هستند خدایا خداوند اینها را شفای کامل و عاجل عطا بفرما. خدایا خداوند و کریم، این پدران و مادرانی که از دنیا گذشتند، اپا و خواهرها اکاها و دادرها که از دنیا گذشتند، خداوند در این ماه شریف رمضان خداوند جشن جنت الفردوس الاعلی بگردان و داخل جنت الفردوس الاعلی بگردانشون بغیر حساب ولا عذاب يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.